حبايبي، قبل ما نبدأ المسلسل تعالوا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جبت لكم ملخص الجزء ال14 من المسلسل التركي إذا خسر الملك. ووقفنا في الحلقة اللي فاتت عند أزلام لما رجعت على البيت وهي حزينة، وبتفضي بقى علبة الحبوب دي في ايديها، وبيبص كنان لخاتم أزلام، وبيفتكر لما قالت له كلمة واحدة منك ممكن تغير كل حاجة. وبيقوم كنان عشان يتصل على أزلام، لكن بيرن جرس الباب وبيحط السماعة، وبيروح عشان يفتح وبيلاقيها هندان، وبيقول لها أهلا برجوعك للبيت. وبتقول له هندان ده لسه أزلام ماضي على أوراق الطلاق النهاردة، وانت نقلت كل حاجتي على هنا بسهولة كده؟ انت ايه يا أخي؟ يعني تروح هندان وتيجي أزلام، تروح أزلام وتيجي هندان، ما بتضيعش وقتك أبدا. وبيقول لها كنان أنا كنت فاكر إنك هتكوني مبسوطة. وبتقول له هندان أنا فعلا هكون مبسوطة معاك، لكن مش بالطريقة دي أبدا. وبتسيبه وتمشي، وكنان بيتضايق من رد فعلها، وبيمسك صورة فرح هو وأزلام وبيبص عليها، وبيرن على رقم أزلام، لكن بيلاقي الرسالة صوتية بتقول له سيب رسالتك بعد سماع الصفارة. فبيقول لها إيه يا أزلام، عاملة إيه؟ جيتي على بالي فقلت أتصل أطمن عليكي. وأزلام اللي بتكون مستسلمة للموت خالص دي أول ما بتسمع صوته بتقوم، لكن على ما بتوصل للسماعة بيكون هو قفل، وهي بتفضل تتلوى من المغص، وبتدخل الحمام وبترجع. وجولو بتصحي كاشف وبتلاقيه ما بيردش عليها، فبتتخض عليه وبتنهار، وبتجري تتصل على الطوارئ علشان يبعتوا لها الإسعاف. وبتصحى ريحان على صوت جولو وهي بتعيط وبتتخض، وبتحاول توصل للكرسي بتاعها علشان تروح تشوف فيه ايه اللي بيحصل لباباها، لكن ما بتعرفش. وبيروح كنان وبيخبط على شقة أزلام، وبيقول لها افتحي أنا عارف إنك جوه. وبتعافر أزلام لحد ما بتوصل لباب الشقة وبتفتح له، وبعدين بتترمى على الأرض، وكنان بيتخض عليها وبيقول لها انت سكرانة ولا ايه؟ وبيبص على الترابيزة وبيلاقي علبة الحبوب فاضية، فبيعرف انها خدت كل اللي فيها، وبيقلع كنان الجاكيت بتاعه علشان يغطيها بيه، لكن بتقول له انها برضو بردانة. وبيشيل أزلام وبياخدها في العربية على المستشفى. وهنا جولو بتسمع ريحان وهي بتعيط، وبتدخل تقعدها على الكرسي، وبتقول لها ما تخافيش من حاجة، باباك ان شاء الله هيبقى كويس. وبتتصل جولو على أمينة وبتقول لها تعالي لي على البيت بسرعة لأن كاشف تعبان جدا والإسعاف جايين. وريحان مش هينفع تفضل لوحدها، وأمينة بتقول لها ماشي أنا جايه لك حالا. وريحان بتفضل تعيط عشان باباها، وبتحاول جولو إنها تهديها، وفي نفس الوقت بتكون عاوزة اللي يهديها هي. وبتقول أمينة لمامتها أنا رايحة لجولو لأن جوزها تعبان قوي. ومامتها بتقول لها طب أنا جاية وراكي. وبيفضل كمان طول الطريق يفوق في أزلام عشان ما تستسلمش وتموت. وبتيجي الإسعاف وبتنهار ريحان، وبتقول لجولو بابا مات. وجولو بتقول لها باباكي كويس، احنا هنروح المستشفى ونرجع على طول، ثقي فيا بقى. وبتوصل أمينة وبتوصيها جولو على ريحان، وبتروح في الإسعاف مع جوزها. وبتعيط جولو وبتقول لكاشف أرجوك ما تسيبناش. وطبعا كاشف بيكون في عالم تاني. وكمان بيوصل بأزلام على المستشفى وبيستنجد بالدكاترة علشان ينقذوها، والدكتور بيسأله عن اللي حصل لها، وكمان بيقول له معرفش بالظبط، لكن على ما اعتقد انها خدت جرعه زياده من الحبوب بالغلط لاني شفت العلبه فاضيه على الترابيزه. والدكتور بيقول له طب اتفضل بره واحنا هنعمل لها اللازم كله. وبتوصل الاسعاف بكاشف على المستشفى، وبيسالوا الدكاتره جولو عن اللي حصل له، وجولو بتقول لهم هو تعبان اساسا، وبتديهم الفولدر بتاعه. وبتكون فادي خايفه جدا من رد فعل كنان عليها بسبب الهديه اللي ضاعت، وبتحاول جولاي تهديها. وفادي بتقول لها انا متاكده ان بانو هي اللي خدتها. وجولاي بتقول لها والله انا كمان حاسه بكده، لكن هنثبت ده ازاي؟ وبيجي فادي مكالمة طارئة، ولما بتروح ترد بتلاقي أمينة أختها بتقول لها إن كاشف تعب فجأة وأختك خدته في الإسعاف على المستشفى. وفادي بتقول لها طب أنا هروح لهم دلوقتي حالا. وفي المستشفى أزلام بتفوق وبتلاقي في وشها أختها نيفين، وبتسألها فين كنان. وبتقول لها نيفين كنان مش هنا وأنا اللي جبتك على المستشفى. وأزلام بتقول لها إزاي يعني؟ أنا متأكدة إن هو اللي جابني هنا. ونيفين بتقول لها قلت لك 100 مرة أنا اللي جبتك مش هو، وكفاية تفكير بقى في كنان لأن هو اللي وصلك للحالة دي. وبتروح نيفين وبتسأل الدكتور أختي هتخرج إمتى يا دكتور؟ وبيقول لها هتفضل تحت الملاحظة لحد الصبح. وبما إنك قلت إنها خدت جرعة زيادة من الحبوب بالغلط فأنا مرضتش أعمل محضر، لكن لازم أحولها لدكتور نفساني علشان يفحصها كويس. ونيفين بتقول له مفيش مشكلة. وبتفضل أزلام تعيط وبتقول له أختها يعني مش كنان هو اللي جابني هنا وكل اللي أنا شفته ده كان من خيالي؟ يعني أنا اتجننت؟ ونيفين بتقول لها إيه دي شوية وكل حاجة هتبقى تمام إن شاء الله. وبيروح كنان وبيلعب مع أصحابه قمار في النادي وما بيشغلش دماغه بحد خالص. وفادي بتوصل عند أختها جولو وبيخرج الدكتور وبيقول لهم اطمنوا كاشف بقى كويس وعدى مرحلة الخطر، لكن هيفضل معانا الليلة تحت الملاحظة. وبتفرح جولو قوي وبتقول له طب ينفع أدخل أشوفه؟ وبيقول لها الدكتور اتفضلوا. وأول ما بيشوف الكاشف جولو بيقول لها أنا آسف إني خوفتك عليا. وجولو بتقول له ما يهمكش أي حاجة
حاجة، المهم انك تكون بخير. وكاشف بيقول لها فين ريحان؟ اكيد بتتألم عشاني دلوقتي. وجولو بتقول له ما تقلقش على ريحان، ماما واخواتي معاها. وبتقول له فادي الف سلامة عليك، وبتدعي له بالشفاء العاجل. وبتقول جولو لفادي روح انت بقى على شغلك وما تقلقيش عليا، ولو احتجت اي حاجة هكلمك على طول. وفادي بتقول لها ماشي. وبتوصل فادي على النادي وبيسألها سليمان ها الدنيا معاكي تمام؟ وبتقول له الحمد لله على كل حال. وبتدخل تعتذر لكنان على الهدية اللي ضاعت، وبتقول له انا مستعدة ان انا اعمل اي حاجة تطلبها في المقابل. وكنان بيقول لها لا، ما الموضوع مش موضوع فلوس، ومهما عملتي مش هتقدري تعوضيني عنها لانها هدية نادرة. ده غير انك خلتيني افقد الثقة فيكي لاني ائتمنتك عليها وانتي سبتيها ومشيتي. وبتبص الحرباية بنو الفاروكان، فبيخرج فاروكان وبيجيب الهدية، وبيدخل يقول لكنان انا لقيتها محطوطة في مكان غير امن وظنيت انها حاجة قيمة، وعلشان كده انا خدتها وشلتها في مكان امن، واول ما عرفت انها تخصك جبتها لك على طول. وفادي بتقول له انت ازاي بتقول ان المكان غير امن وانا كنت حطها في الدولاب وقافله عليها؟ وفوركان بيقول لها الدولاب كلنا بنفتحه ونقفله بكل سهولة، هيبقى آمن ازاي؟ فبيتضايق كنان من استهتار فادي، وبيطلب من سليمان انه يقول لاسماعيل يوصل الهدية على بيت حكمة. وفادي بتمشي وهي حزينة جدا، وبتكون بنو الحرباية دي فرحانة جدا فيها. ووزلان بتكون نايمة في المستشفى وتعبانة. وهنا هندان بتقلق وهي نايمة، وبتلاقي ان كنان قاعد على السرير. تقول له ايه ده؟ انت جيت امتى وليه ما صحتنيش؟ وبيقول لها كنان عشان بحب اشوفك وانت نايمه، وانا قررت من هنا ورايح اعمل كل حاجه انت عاوزاها. وبتقول له كنان بجد؟ فبتظهر أزلام جنبها وبتقول لها ما تصدقيهوش. والمفاجاه بقى ان هندان كانت بتحلم، وبتصحى من النوم وهي مخضوضه. وبتخرج هندان من الاوضه وبتلاقي أولجا قاعده بره، وبتقول لها أولجا انا كنت فاكراكي هتستقري مع كنان. وهندان بتقول لها الموضوع مش بالسهوله دي، لان كل حاجه بيلزمها ترتيب الاول. وبتخرج أزلام من المستشفى وبتروح نيفين معاها على البيت، وبتشغل أزلام الرسالة الصوتية بتاعت التليفون، وبتسمع نفس رسالة كنان اللي سمعتها قبل ما تدخل المستشفى. وبتفتكر لما فتحت له الباب، وبتتصل أزلام على تليفون البيت بتاع كنان، لكن محدش بيرد عليها. فبتتصل على المكتب وبتسأل بهار كنان موجودة عندك؟ وبتقول لها بهار لا، لكن أول ما يجي هقوله إنك اتصلتي وسألتي عليه. وبتشكرها أزلام وبتقفل معاها. وبتتضايق نيفين جدا من عمايل أزلام، وبتقول لها أزلام اعذريني انا مش قادرة اصدق ان انت اللي وصلتيني على المستشفى. وبتعيط. وبتقول لها نيفين طب اهدي شويه وصدقيني لاني ما بكذبش عليك، وبطلي تفكري في كنان شويه وانت هترجعي احسن من الاول. بيروح دكتور نيازي الكاشف المستشفى وبيقول له شد حيلك معايا شويه لاني مش ممكن اسلم مريض عندي لملك الموت كده بسهوله. فبيقول له كاشف ان شاء الله هحاول اساعدك على قد ما اقدر. فبيقول له الدكتور وانا مش عاوز منك اكتر من كده. وبيعرفوا انهم هيبداوا معاه اول جرعه من العلاج. وفادي بتاخد ريحان على المستشفى عشان تشوف باباها وتطمن عليه. وبتقول جولو الكاشف ما تيأس وانا هفضل جنبك. وبيقول لها كاشف لو حصل لي حاجة ما تسمحيش لأي حد يهينك أبدا، وخدي بالك من ريحان، وانا سايب لكم اللي يكفيكوا العمر كله وزيادة كمان. وبتقول له جولو بلاش الكلام ده لاني مش ناقصه وجع قلب والله، وان شاء الله بكره هتخف وهتبقى زي الفل. وبتدخل فادي وريحان وبيفرح كاشف بوجود بنته وبيطمنها عليه. وبتقول لهم جولو الدكتور كان هنا من شويه والحمد لله كلامه طمنا جدا. وبتكون امينه ومامتها ومريم لسه موجودين في بيت جولو، وبتعمل امينه لمامتها فطار عشان تاخد علاجها. وبيخبط الباب، ولما بتفتح امينه بتلاقي باباها. وبيدخل محمود وبيقول ايه ده، هي جولو جمعت العصابه كلها هنا ولا ايه؟ وبتقول له قدر احنا هنا من امبارح وانت لسه فاكر تسأل علينا؟ فبيقول لها ممدوح اصل بصراحة بقى كده البيت اجمل بكتير من غير وشك الكئيب ده، ولو عاوزة تفضلي هنا على طول خليكي. وبيسألهم فين جولو. وقدر بتقول له بنتك مع جوزها من امبارح في المستشفى لان حالته خطيرة جدا. وبيقول لها ممدوح هيموت يعني ولا ايه؟ فبتقول له قدر احنا كمان هندخل في علم الغيب، اتفائل خير يا اخي. وبتروح جانسو عشان تزور أزلام في البيت، وبتقول لها انا جايه عشان اطمن عليكي لاني قلقت عليكي من وقت ما شفتك وانت ماشيه من النادي امبارح. وبتقول لها أزلام الحمد لله انا بخير. وبتقول لها جانسو لو جواكي حاجه وعاوزه تخرجيها فضفضي معايا لاني حاسه بيكي قوي وانا مجربه احساس انك تفقدي زوجك. وبتقول لها أزلام كنان ما كانش جوزي وبس، ده كان كل حياتي وانا مش عارفه اكمل ازاي من غيره. وبتقول لها جانسو يعني انت ما عندكيش اي غضب او حقد عليه بعد كل اللي عمله فيكي ده؟ وبتقول لها أزلام انا ما عنديش له غير كل حب وبس. وجانسو بتقول لها طالما بتحبيه قوي كده اتراجع عن الطلاق. وأزلام بتقول لها يا ريت ينفع لكن هو اللي ما بقاش عاوزني خلاص. وبتروح نيفين تقابل كنان وبترجع فلاش باك، وبيكون كنان هو اللي نقل أزلام على المستشفى زي ما شفنا قبل كده. وبعد كده اتصل على نيفين عشان تجيله وعرفها اللي أزلام عملته، وربنا هو اللي بعته ليها في الوقت المناسب علشان ينقذها. ونيفين بتنهار
وبتقول له حرام عليك، انت السبب في كل اللي بيحصل لاختي ده. وكنان بيقول لها اهدي واسمعيني، أزلام ما تعرفش ان انا اللي جبتها هنا، ووجودي في حياتها بقى خطر عليها، عشان كده انا هبعد خالص، ولما تفوق قولي لها ان انت اللي جبتيها على المستشفى، وانا هبقى اشوف لك دكتور نفساني كويس علشان تاخديها وتروحي تتابعي حالتها معاه. وبتقول له نيفين وانا موافقه بس بشرط انك تختفي من حياتها نهائي. وبيوعدها كنان ان هو ينفذ الشرط بتاعها. وبنرجع للحاضر تاني، وبيسأل كنان نيفين أزلام عامله ايه دلوقتي، ونيفين بتقوله الحمد لله بقت احسن. فبيديها كنان عنوان الدكتور النفساني، وبيقول لها انا حجزت ميعاد عنده. ونيفين بتقوله تمام ماشي، بس اوعى تنسى وعدك ليا. وبتسيبه وتمشي. وبتسأل نسلهان هندان انت سرحانه في ايه، وهندان بتقول لها ما نمتش كويس بسبب كابوس شفته. كنان قال لي فيه ان كل حاجه انت عاوزاها هتحصل. وجول بتقول لها هو ده كابوس؟ ده حلم جميل يا اختي. وهندان بتقول لها لا كابوس، لان أزلام ظهرت في اخره. وبتقول لها نسلهان يا ستي ده مجرد حلم عادي، ما تشغليش دماغك على الفاضي، لان كده كده كلها ايام وكنان هيطلق أزلام في المحكمه ويبقى لك لوحدك. وبيروح كنان على النادي والكل بيرحب بيه. وبتدخل جلاي وبتقول لفادي السيد كنان وصل، تعالي ندخل له وانا واثقه ان هو هيسامحك لانه بيعزك جدا. وبتقول لها فادي كان نفسي يكون عندي نص ثقتك دي، بس عموما يلا ما نشوف هترسى على ايه. ولما بتدخل فادي كنان بيتجاهلها تماما، وكل حاجه بيحتاجها بيطلبها من بانو. وبيوصل المحامي بتاع كنان وبيطلب كنان من كل الموجودين انهم يخرجوا بره ما عدا بانو. ففادي بتحس بالحزن وبتخرج وهي متضايقه. وبتكون بانو مبسوطه قوي، وبتقول جولاي لفادي ما تزعليش لان كل ده حصل بسببي، وبكره باذن الله كل حاجه هتتصلح وهترجع زي الاول واحسن. وبتقول لها فادي مفيش حاجه هترجع زي الاول، ده ما بصليش حتى، وكمان طردني منها لله بانو لان هي سبب في تدمير علاقتنا. وبيقول المحامي لكنان انا رفعت دعوى طلاق والمحكمه حددت جلسه بعد 10 ايام. وبيقول كنان مع ان كتير قوي 10 ايام بس مش مشكله، الصبر حلو برضه. وبترجع جولي وكاشف على البيت، وبيقول ممدوح لكاشف الف سلامه عليك، والله حزنت جدا لما عرفت الخبر، وبيتمنى له الشفاء العاجل لكن طبعا من ورا قلبه. وبتقول أمينة ومريم لباباهم خد ماما وروحوا انتوا واحنا هنبقى نحصلكوا بعدين. وبيقول لهم ممدوح ماشي بس ما تتأخروش. وفي الطريق ممدوح بيقول لمراته لو كاشف مات بنتنا هتورث كل حاجة وهنبقى أغنية صح. وقدر بتقول له يا شيخ تف من بقك، فلا الله ولا فالك، ربنا يديله الصحة وطولة العمر. وبيقول لها ممدوح والله ما انت فاهمة حاجة، روحي انت على البيت يلا، وانا بقى هروح على الحقل علشان عندي شغل كتير هناك. ولما بيوصل ممدوح على الحقل بيفضل يتغزل في هنفة. وبيقول لها بسيطي يا ستي عشان طاقة القدر هتتفتح لي قريب قوي وهخطبك. وهنفة بتقول له بس انت متجوز. وبيقول لها طب وايه المشكلة، هطلقها عادي خالص يعني. وبعد 10 ايام أزلام بتصحى بدري وبتستعد عشان تروح على المحكمة. ونيفين بتسأل أزلام خدتي الأدوية بتاعتك؟ وأزلام بتقول لها لسه لما افطر الأول. وبتقول لها نيفين تمام أنا هحضر لك الفطار وانت بقى استعدي عشان عامله لك مفاجأة هتعجبك قوي بعد ما الطلاق يتم. وأزلام بتقول لها بهزار طب يلا بقى عشان ما نتأخرش على الطلاق واشوف المفاجأة دي ايه. وبيصحى كنان وهو مبتهج ونشيط وبيقول لإسماعيل يلا بسرعة عشان ما نتأخرش على الطلاق يا راجل. وإسماعيل بيقول له طلاق موفق إن شاء الله، إيه مجانين. وهندان بتصحى وبتحضر الفطار وبتقول لأولجا اقعدي افطري معايا بقى قبل ما تنزلي. وأولجا بتقول لها مش هينفع لأني متأخرة جدا، وزي ما انت عارفة النهاردة كان أنا عنده جلسة في المحكمة وأنا ورايا حاجات كتير قوي فلازم اخلصها الاول. وهندان بتقول لها طب ربنا معاكي. وولجا بتقول لها اظن بقى ما بقاش في عائق بينك وبين كنان دلوقتي وان شاء الله هترجعوا مع بعض احسن من الاول. وهندان بتقول لها ما اعتقدش لان كنان نفسه اكبر عائق في علاقتنا، بس عموما اللي ربنا كاتبه هو اللي هيكون. وبتوصل أزلام على المحكمة وبتفضل رايحة جاية كده من كتر توترها. وبيوصل كنان بعدها وبيعدي من جنبها ولا كأنه شايفها، وبينادوا على القضية بتاعتهم. فبيدخلوا هما الاتنين على قاعة المحكمة والقاضي بيسأل أزلام انت موافقة على الطلاق؟ وأزلام بتقول له ايوه. وبيسأل القاضي كنان انت موافق على الطلاق؟ وكنان بيقول له ايوه. فبينهي القاضي جوازهم وأزلام بتحزن من كل قلبها وبتفتكر يوم فرحها على كنان والسعادة اللي كانت عايشة فيها. وكنان بيكون ولا في دماغه حاجة. وأزلام بتخرج من قاعة المحكمة مع أختها وبترجع أزلام وبتقول لكنان أنا كنت عارفة إن قصتنا هتنتهي في يوم من الأيام لكن ما كنتش أتوقع إنها تكون بالسرعة دي أبدا. وبيقول لها كنان اللي حصل ده هو الأفضل لينا إحنا الاتنين، وبيسيبها ويمشي. ونيفين بتقول لأزلام المفاجأة اللي كنت محضرها لك تذكرة سفر لأزمير عشان نغير جو إحنا الاتنين، لأن زي ما قال الدكتور الروح المعنوية أهم من أي حاجة. وأزلام بتقول لها لا أنا بجد متشكرة جدا على كل اللي انت بتعمليه معايا ده، لكن سامحيني أنا مش هقدر أجي معاكي
لاني مش هقدر اخسر شغلي هو كمان زي ما خسرت كل حاجه. ونيفين بتقول لها طب خدي اجازه، واوزلام بتقول لها يا ريت كان ينفع. وبتروح اوزلام على شغلها، واول حاجه بتعملها بتشيل الهديه اللي كان كنان جايبها لها وبترميها في الزباله. وبتقول للمديره لاوزلام قال له هو انا مش قلت ما تجيش النهارده وانا هبعت اي حد بدالك على الاجتماع؟ واوزلام بتقول لها انا اللي محتاجه للشغل عشان اخرج من اللي انا فيه. وبتقول لها المديره طب روحي استريحي النهارده وابدأي بقى من بكره، لان الاجتماع ده في النادي بتاع كنان ومش هتكوني مرتاحه هناك بسبب اللي حصل النهارده. واوزلام بتصمم على رايها وبتقول لها محدش هيحضر الاجتماع ده غيري انا، وبتسيبها وتمشي. وبتروح نسلهان وجول وهندان على النادي، وبتقول نسلهان احنا هنشرب النهارده احتفالا بطلاق اوزلام وخروجها من حياتنا للابد. وفي نفس الوقت بتوصل اوزلام على النادي وبتتصدم لما بتسمعهم وبتمشي من غير ما تحضر الاجتماع. وبتحس هندان بالسوء اتجاه اوزلام وبتقول لنسلهان وجول انا عاوزه اروح. وبيقول لها ما تبقيش سخيفه بقى وسيبك منها لانها تستاهل كل اللي بيحصل لها ده. وبيتصل كمان على نيفين علشان يطمن على اوزلام، ونيفين بتقول له انها حبت الدكتور اللي بعتهم له وبقت بتستنى زيارته بفارغ الصبر، لكن مقهوره طبعا من اللي حصل النهارده وبتحاول انها تخبي قدامي. فبيقول لها كنان حاولي تاخديها توديها اي مكان بعيد الفتره دي علشان تعدي من المرحله اللي هي فيها بسرعه. ونيفين بتقول له ان شاء الله وبتقفل معاه. واوزلام بتروح تسهر في الكازينو وبتفضل تشرب لحد ما بتسكر. وبيسالها الجرسون انت هتعرفي تروحي لوحدك كده؟ واوزلام بتقول له لا طبعا، انت شايفني قادره اقف؟ فبيلاقي الجرسون الكارت ده واقع من شنطتها وبيتصل على الرقم اللي فيه وبيكون رقم جانسو. وبتروح جانسو وبتاخد اوزلام من الكازينو وبتروحها على البيت. ونيفين بتحزن على حال اختها وبتقول لها اوزلام خلينا نمشي من هنا على اي مكان لاني ما بقيتش طايقه اشوف لا كنان ولا هندان قدامي. وفادي بتدخل لكنان وهو بيلعب الكوتشينه مع نفسه وبتقول له ارجوك سامحني لاني مش قادره اتحمل غضبك عني. وبيقول لها كنان ومن غير ما يبص لها سيبيني لوحدي لو سمحتي واخرجي بره. وما بترضاش فادي انها تخرج وبتقول له طالما مش عاوز تبص في وشي طب اسمعني بقى، انا عشت في الدنيا ديت من يوم ما اتولدت وانا منبوذه ومفيش حد بيحبني ولا حد عاوزني لمجرد ان انا اتولدت بنت، وانت كنت اول واحده قبله يعاملني على اني انسانه. فارجوك سامحني لانك ما جربتش تعيش احساس ان مفيش حد في الدنيا دي يكون عايزك. فبيقوم كنان وبيمسح لها دموعها وبيقول لها مش شرط يكون الانسان من بره زي من جوه، وانت ما تعرفيش انا مريت بايه عشان تحكمي عليا باللي انا جربته وعشته في حياتي. وبيرجع كنان بذاكرته فلاش باك وبيفتكر لما كان طفل صغير وكان باباه كل يوم بيرجع من بره متاخر ودايما مامته كانت بتتخانق مع باباه لانها عاوزاه يكون اب مسؤول تجاه ابنه. وكان باباه بيقول لها محدش قالك خلفي، انا ما كنتش عاوز ولاد. وبنرجع للحاضر وفادي بيسامح كنان على غلطتها. وهنا اوزلام بتقرر انها تسافر مع اختها على ازمير عشان تفصل دماغها شويه وتريح نفسيتها. وبتروح نسلهان وجول لهندان البيت وبتقول لها جول احنا هنشتري بيت جديد ومحتاجه انك تيجي معايا عشان تتفرجي عليه عشان اخد رايك فيه. وبتقول لها هندان الله هو مش عاجبك وعاجب جوزك؟ يلا توكلوا على الله واشتروه، هتعملي ايه يعني برايي؟ لكن جول بتقول لها لا انا مستحيل اشتري اي حاجه من غير ما اخد رايك انت ونسلهان. وما بيسيبوهاش غير لما بتقوم معاهم. وبتنزل اوزلام مع اختها بالشنط وبتفتكر اوزلام انها نسيت حاجه في الشقه وبتقول لاختها استنيني هنا شويه وانا هطلع اجيب الحاجه من فوق بسرعه وانزلك على طول. ولما بتطلع اوزلام بتفتكر اليوم اللي خدت فيه الحبوب وبتفتكر لما شافت الخاتم وهو بيعمل الجاكيت بتاع كنان ورا كومودينو لما كان بينقذها. واوزلام بتشد الكومودينو وبتبص على الخاتم وفعلا بتلاقيه موجود وبتعرف ان اختها كذبت عليها. ونيفين لما بتلاقي اوزلام اتاخرت بتطلع تبص عليها في الشقه وبتلاقيها قاعده ومربعه وبتقول لها ايه ده انت بتعملي ايه هنا؟ واوزلام بتقول لها انت كذبتي عليا لان الخاتم ده بتاعي وكان مع كنان ووقع منه يوم ما كان هنا بينقذني. ونيفين بتنكر واوزلام بتقول لها كفايه كذب بقى وقولي لي الحقيقه ايه. ونيفين بتقول لها فعلا كنان هو اللي انقذك لكن الموضوع خلص خلاص وما بقاش له لازمه الكلام فيه، خلينا نلحق الطياره. واوزلام بتقول لها مفيش حاجه اسمها خلصت وانا مش هسافر معاكي وهكلم كنان وهبدأ معاه من جديد. وهندان بتروح مع نسلهان وجول على البيت الجديد والبيت بيعجب هندان جدا وبتفضل تمدح في جماله. وبتكون المفاجأة بقى ان كنان كان موجود هناك وهو اللي شاري البيت ده لهندان وبيقول لها ايه رأيك في المفاجأة دي بقى وبيطلب منها الجواز للمرة التانية وبيكون مجهز لها كل حاجة زي ما كانت بتتمناها بالظبط. وهندان بتقول لنسلهان وجول كده برضو بقى دي عامله تعملوها فيا. وبتوافق هندان على الجواز من كنان والكل بيكون مبسوط عشانهم جدا. وبتدخل علشان تستعد لكتب الكتاب وبتتصل اوزلام على تليفون المكتب بتاع كنان وبتقول لبهار كنان عندك؟ وبهار بتقول لها لا ما جاش النهارده ومع الاسف ما بلغنيش هو هيكون فين. وبتقفل اوزلام معاها وهي متضايقه جدا وبتقول لاختها انا متاكده ان بهار بتكذب عليا. ونيفين بتقول لها يا شيخه حرام عليكي كفايه بقى، انا ما صدقت انك خرجتي من العلاقه القذره دي بسبب
السلام انت ليه بتعملي في نفسك كده؟ وأوزلام بتقول لها مالكيش دعوة بيا ولا تتدخلي في حياتي تاني ابدا. وبتتصل أوزلام على جانسو وبتسألها ما تعرفيش مكان كنان؟ فجانسو بتسألها انت سافرتي؟ وبتقول لها أوزلام كنت مسافرة لكن حصلت حاجة في آخر لحظة خلتني أغير رأيي خالص. وجانسو بتسألها طب حاجة ايه دي بقى؟ وبتقول لها أوزلام كنان هو اللي أنقذني، هو اللي خدني وداني على المستشفى، لكن أختي خبت عليا. وبتترجاها إنها تقول لها على مكان كنان لو تعرفه. وجانسو بتقول لها على مكانه. ونيفين بتحاول توقف أوزلام علشان ما تروحلوش، لكن أوزلام ما بترضاش أبدا وبتسيبها وبتركب عربيتها وبتمشي بسرعة وبتجهز هندان وبتخرج لكنان عشان يتمموا عقد الجواز. لكن فجأة هندان بتكون مش قادرة تاخد نفسها وبتقول لجول ونسلهان ايه ده؟ انا حاسة ان في حاجة وحشة هتحصل. وبتكون أوزلام مبسوطة جدا انها رايحة تقابل كنان. وبتوصل جانسو عند كنان وهندان ومحدش بيتبسط بوجودها ابدا. وهندان بتقول لكنان انت اللي عزمتها؟ وكنان بيقول لها ما حصلش وسيبك منها، خلينا نقعد عشان نكتب الكتاب. وبيسأل المأذون هندان انت موافقة انك تتجوزي كنان بكامل ارادتك؟ وهندان بتقول له ايوه موافقة. وبيسأل المأذون كنان نفس السؤال. وقبل ما يرد كنان بتوصل أوزلام وبتشوفهم وما بتقدرش انها تتحمل الصدمة وبتصرخ من غضبها وبتقع على الارض وهي مغمى عليها. وبس كده لحد هنا بيخلص الجزء ده من مسلسلنا. ولو عاوزين تعرفوا اللي هيحصل بعد كده استنوني في ملخص الجزء الجديد وان شاء الله مش هتأخر عليكم. ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاة في مواعيدها. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش عنا باللايك. ولو اول مرة تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه. وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.